عندي قصة وهحكيها لك. عندي قصة وهحكيها لك. قامت ثورة من سنتين. قامت ثورة من سنتين. قتلوا شبابنا السلميين. قتلوا شبابنا السلميين. قاموا حبسونا في الزنازين. قاموا حبسونا في الزنازين. حبسوا علاء واحمد عبد الله. حبسوا علاء واحمد عبد الله. حبسوا كمان ست البنات. حبسوا كمان ست البنات. حبسوا كمان منى سيف. حبسوا كمان منى سيف. قتلوا الحلم وقتلوا بكره. قتلوا الحلم وقتلوا بكره. وانا لسه مؤمن بالفكره. وانا لسه مؤمن بالفكره. وانا لسه مؤمن بالفكره. وانا لسه ممكن اتعرف بحضرتك؟ انا احمد عبد الله، مدرس مساعد في كليه هندسه، ومتهم في قضيه حريم الشفاء. طب تعليق حضرتك على القضيه اللي اتفتحت في ظل ان هي اتقفلت من زمان يعني؟ هي تهمه ملفقه من الاول، وان شاء الله ربنا يعدي منها ان شاء الله. طب في ظل ان كان في قيادات من الاخوان متهمه مع حضرتك مع علاء عبد الفتاح ايه تعليق حضرتك ان انتوا الثلاثه بس اللي تدخلوا والقيادات الاخوان تخرج بره الموضوع كله؟ القضيه ملفقه من الاول، فالمفروض كلنا من الاول نبقى بره، مش يبقى في ناس بره وناس جوه، انما كانت الحال على كده. ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله هنطلع. لسه مكمل نضال. انا لسه مكمل نضال. انا لسه مكمل مشوار. انا لسه مكمل مشوار. انا لسه مكمل نضال. انا لسه مكمل نضال. لسه الكلب لسانه طالع. لسه الكلب لسانه طالع. لسه الكلب لسانه طالع. لسه الكلب لسانه طالع. لسه بيخطف من الشوارع. لسه بيخطف من الشوارع. لسه بيخطف من البيوت. لسه بيخطف من البيوت. لسه بيخطف من البيوت. لسه بيخطف من البيوت. كلمة اتقالت في التحرير. كلمة اتقالت في التحرير. لازم يحصل التغيير. لازم يحصل التغيير. لازم يحصل التغيير. لازم يحصل التغيير. راح هنقولها جيل ورا جيل. 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 يسقط حكم الإخوان. يسقط حكم الإخوان. يسقط حكم المرشد. يسقط حكم المرشد. يسقط كل كلاب المرشد. يسقط كل كلاب المرشد. ضم يا مصري صفك ضم. ضم يا مصري صفك ضم. ضد الاستبداد والظلم. ضد الاستبداد والظلم. نائب عم لك إخوان. نائب عم لك إخوان. ممكن حضرتك تعرفي نفسك؟ أنا شرف أحد حركة 6 إبريل. طب ايه تعليق حضرتك على فتح القضيه في ظل ان هي اتقفلت او الفريق احمد شفيق تنازل عنها زي ما وسائل الاعلام كلها قالت؟ والله طبيعي إن كان شفيق هو اللي يستمر، مش مرسي اللي أحمد عبد الله انتخبه هو اللي يخلي النائب العام بتاعه يحبسه. ده شيء طبيعي في حكم الإخوان اللي شفنا منهم والضجة وكل سفالة. مش معترفين بقانون، مش معترفين بدستور، مش معترفين بدولة أصلا غير دولتهم. هنتخلص منهم إن شاء الله قريبا جدا زي ما تخلصنا من مبارك. تعليق حضرتك في ظل ان كان استاذ احمد عبد الله متهم معاه قيادات من الاخوان وعلاء عبد الفتاح بس قيادات من الاخوان تنحى على جنب بره القضيه، ايه الاستثناء اللي استبعاد الاسلاميين كالعاده زي ما بيخرجوا الرجاله بتوعهم كالعاده، تم استهداف شباب الثوره كالعاده برضه. يعني هي استهداف معين لحركه شباب 6 ابريل بينها. شباب الثوره وفي استهداف. سجن صغير يبقى كبير. سجن صغير يبقى كبير. والبلطجي يا ابو درع وشومه. والبلطجي يا ابو درع وشومه. اللي مسمي نفسه حكومه. اللي مسمي نفسه حكومه. والبلطجي يا ابو درع وشومه. والبلطجي
تحكم على المدام، اخرك تحكم على المدام، اخرك تحكم على المدام، اخرك تحكم على قرار من النائب العام بضبط واحضار الاستاذ احمد عبد الله. هو في دعوه اتحررت من احمد شفيق بحرم مقر في مدينه نصر، كان اتهم فيها علاء عبد الفتاح واحمد عبد الله ومنى سيف، وطبعا احمد شفيق اتنازل عن القضيه، لكن النائب العام هو حكم تعسفي ان هو مستمر في القضيه، لان القضيه شغاله رغم ان ان كان في قيادات من الاخوان كانت برضو في ضمن القضيه، وكان جاي اسمها في ضمن القضيه مع استاذ علاء فتاح واستاذ احمد عبد الله. القيادات من الاخوانيه دلوقتي مش متواجده معاهم، تم استبعادهم. هو التواجد دلوقتي بس الثوار بس، رموز المعارضه. طبعا النائب العام اخوان اصلا وهو فاقد الشرعيه، فهو مستحيل ان هو يجيب قيادات الاخوان تاني. هو دلوقتي دي عمليه يعني هما بيلموا الثوار من الشوارع، ممكن يقتلوا الثوره. ممكن حضرتك توجه كلمه للنائب العام؟ فاقد شرعيه. كلمه للجماعه. الجماعه ممكن نتعرف حضرتك؟ ايمان ناجي، عضو حركه 6. طب تعليق حضرتك في ظل التعسفات اللي بتحصل ضد شباب الثوره وشباب 6 ابريل بالتحديد، في ظل قضيه الاستاذ احمد عبد الله اللي هي اتقفلت من زمان فاعاده فتحها. قضيه احمد عبد الله مش بس اتقفلت من زمان، قضيه احمد عبد الله اتقفلت من زمان وشفيق اتنازل، وفي شهود عيان بتثبت ان هو ما كانش موجود في اثناء حرق المقر ده، بالاضافه ان تحريات المباحث بتقول ان هو ما كانش موجود في المقر اثناء حرقه، ومع ذلك هم فعلوها. الحكم الحالي الاخوان الكذابين الخونه اللي هم بيخونوا العهد بيحولوا اللي وقف معاهم وساندهم ضد شفيق لمحكمة جنايات، ودي أول إحالة للجنايات بعد الثورة. وما عنديش كلام أكتر من حسبي الله ونعم الوكيل، ويومهم قرب قوي. طب في ظل إن كان في من الإسلاميين قيادات من الإخوان متهمة مع الأستاذ أحمد عبد الله في الموضوع، بس الاستدعاء اللي جه للأستاذ أحمد عبد الله والأستاذ علاء فتاح. هو اسمح لي انا بس عايزه اقول ان انا مش بسميهم اسلاميين، انا بسميهم يمين متطرف، لان احنا لو هنتكلم اسلاميين فاحنا كلنا اسلاميين وربنا اعلم بالقلوب او الاسلام السياسي. كويس. لا انا هتكلم على ان هم اليمين المتطرف، مجموعه اليمين المتطرف او الحزب الحاكم او الموالين للحزب الحاكم بالتاكيد لازم يخرجوا من اي اتهام. يعني اذا كان الشيخ بتاعهم اللي بيسمي نفسه شيخ ده، اذا جاز التعبير ان هو شيخ اللي اسمه طلعت بدر كويس ولا عبد الله بدر، ده بيعملوا له التماس في مجلس الشورى ان هو يخرج من قضيه منيله ب 60 يوم كويس. فما بالك باي حاجه تانية، الدنيا كلها بتطبخ والدنيا كلها بتتوضب والدنيا كلها بتترتب علشان الثوار يتحبسوا. بيعيدوا لنا تاني الثوره الايرانيه، بس احنا مش هنسمح كده. مصر غير ايران، الشباب المصري غير شباب ايران، واحنا مستموتين على الارض مستموتين على حريتنا. لو حبسوا مننا 1000 واحد احنا مكملين للنهايه.